السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في قناة شيري، متابعين قناة شيري. النهاردة هنبدأ في الوصفة على طول، بس قبل ما نبدأ في الوصفة هنعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل منكم علشان الفيديو يوصل لكل الناس يا رب، وكلنا نستفيد وكلنا نفيد بعض. تمام، يلا بقى بينا نبدأ. احنا النهاردة هنعمل صينية سمك بسيطة جدا وسهلة وسريعة لوقت الزنقة، للست الموظفة، للست اللي معاها أطفال صغيرين. احنا بنحاول نعمل الحاجات اللي هي الاقتصادية البسيطة خالص، وفي نفس الوقت الموفرة ونشبعه، وبنجمع ما بين النشويات والبروتينيات او الفوسفور والخضار. تمام، يلا بقى بينا نبدا. النهارده معانا بطاطس، انا رصيتها قشرتها ورصيتها على طول عشان اختصر عليكم الفيديو، وغسلت السمك بتاعي، وعندي فلفل، وعندي خضره شبت وكزبره، وعندي البهارات بتاعتي هي النهارده بسيطه خالص، كزبره وكمون وحبه بهارات سمك ومعلقه كاري صغيره، كركم سوري. معايا شرايح ليمون، معايا معلقه توم من اللي احنا عملناه هرسناه مع بعض، ومعايا شويه زيت. بس ادي كده كل مكوناتي، وهنحط نسبه الملح بتاعنا، وهنحط حبه خل صغيره. خلاص يلا بقى بينا نبدا على طول. انا رصيت الفلفل البطاطس بتاعتي، هرش عليها شويه فلفل على حسب انت بتحبي فلفل حار، بتحبي فلفل سبايسي، بتحبي زي ما بتحبي، يعني فلفل الوان زي ما بتحبي بتحطيه. خلاص طيب، هنعمل ايه تاني؟ هحط بقى بقية الحاجات بتاعتي في الكبة او في الخلاط او في اي حاجة، وهرجع ونرجع ونكمل ونقول هنعمل ايه. طيب كده حبايبي، احنا رصينا الفلفل مع بعض، هنرص بقى معانا شرايح ليمون، هنرصها. تمام، كام شريحة كده يعني مش كتير. خلاص طيب، هنعمل ايه تاني؟ بقية الليمون اللي معايا ده انا هحطه على على الحاجات اللي انا هحطها في الخلاط. انا حطيتها في الخلاط اهي. حطيت ايه هنا في الخلاط؟ حطيت الخضره والبهارات والليمون والثوم، وحطيت معلقتين خل، وهحط شويه الليمون دول عليهم، ومعلقه زيت واحده بس مش اكتر. خلاص هفرمهم بقى وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. وكده بقى احنا هنعمل ايه؟ شايفين السمك بتاعي؟ انا هشرحه كده، هعمل فيه فتحات كده اهو، شايفين؟ من ناحيتين او من ناحيه واحده. هشرحه بقى واوريكم هنعمل ايه. كده انا نقلتهم بقى في طبق تاني، حاجه كده تكون واسعه. خلاص، والتتبيله بتاعتي اللي انا عملتها هنزل بيها على السمك من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين كده، وفي الفتحات هدخل في الفتحات بتاعتها اللي انا عاملاها كلها وادعكها بيها. كمان شويه تتبيله. بقيت التتبيله دي بقى هعمل لكم في اخر الفيديو حاجه فيهم حلوه، يعني حاجه جميله هتعجبكم جدا. خلاص هغسل ايدي بقى وارجع لكم. انا خدت شويه من التتبيله بتاعتي، هحط عليهم الزيت بتاعي وهقلب كويس جدا، وهسيبه البطاطس بتاعتي. طيب ينفع بسمك بوري، ينفع بسمك بوري، ينفع بسمك بولتي، ينفع بسمك بولتي. الخلطة دي او الصينية دي بتاعتنا تنفع باي انواع من انواع السمك عادي. يعني انا عاملاها بسمك مكاريل، انتي ينفع تعمليها باي نوع سمك. خلاص هنرص بقى السمك بتاعنا عليها. خلاص، وهحط شرايح ليمون في الفتحات بتاعتي. حطي بقى كمية الليمون اللي انت عايزاها، او كمية شرايح الليمون اللي انت عايزاها براحتك، دي حاجة بترجع لك انت. وحابة تعصري عصير ليمون ينفع تحط لها معلقتين عصير ليمون،
وهدخلها الفها بورق فويل وهدخلها الفرن، وهرجع لكم بعد ما تستوي واوري لكم عامله ايه. وهنا كده يا حبايبي انا حطيت طحينه تمام وبخفها بميه تمام عادي خالص. هحط لها معلقه خل عادي، وهحط حبه كمون وحاجه بس خالص فلفل اسمر. هي الطحينه بتحب الايه، بتحب الكمون. وهحط حبه ملح. طبعا الملح انا مش هحط الا لما اشوف انا هستعمل قد ايه، على حسب ملحك وانت بتحبيه قد ايه. خلاص هنحط ايه تاني؟ هنحط الخلطه الجميله بتاعتنا اللي هنا قلت لكم عليها. هحط معلقه كده كبيره او معلقتين، بتخلي الطحينه في حته تانية خالص، خليها لك جميله جميله جميله. وكلي بقى بألف هنا وشفا لبيتك ولعيالك، وقدميها جنب السمك هتبقى تحفه جدا. وكده يا حبايبي السمك بتاعي بعد ما خرج من الفرن، شايفين انا غرفته وحطيت البطاطس تحتيه بالمنظر ده اهو. ودي سلطه الطحينه اللي انا عملتها معاكم وغرفتها بالمنظر ده. وغرفت عملت شويه رز بالكاري كده من غير اي حاجه خالص. انا عملتهم مسلوقين، اعملوهم زي ما تحبوهم. وطبعا حطيت جرجير جنبيهم، وعملت جنبيهم شويه عصير ليمون بالنعناع. كلنا عارفين الليمون بالنعناع، وكلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي، واحنا شاطرين. انا كان هدفي ان انا بس اقدم لكم السمك واقدم لكم اي حاجه ممكن تستغلوها وتعملوها جنبي. يلا اسيبكم في رعايه الله، بس قبل ما نقفل الفيديو واشوفكم في فيديو جديد، لايك وشير وسبسكرايب، كومنت جميل منكم كده ان شاء الله، ولايكات كتير 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 كتير، لايكات كده كتير حلوه زيكم علشان ترفع الفيديو وكلنا نشوف الفيديو ونستفيد. يلا اسيبكم في رعايه الله في فيديو جديد. باي.